مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، أحييكم وفي هذه نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. تنظيم منتدى زراعي في القاشبركة. إريتريا تشارك في اجتماع قمة الاتحاد الإفريقي الخاص. جهود لزيادة إنتاج شتول الأشجار في صنعفة. وزير خارجية اليابان يزور كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الأمني. محادثات نووية جديدة بين طهران ودول أوروبية. ارتفاع صادرات الصين قبيل تولي ترامب للسلطة. السلام عليكم ورحمة الله. نظم مكتب الزراعة في إقليم القاشبركة منتدى زراعي يوم 10 يناير في بارنتو لتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في التنمية الزراعية. وأوضح المدير العام لقسم الزراعة والأراضي السيد أبو بكر عثمان أهداف الخطة الاستراتيجية الخمسية لزيادة إنتاج وإنتاجية المزارعين وتحسين معيشتهم الاجتماعية والاقتصادية وحثهم على العمل بجدية أكبر. وقدمت في المنتدى أوراق عمل حول أهمية الحفاظ على التربة والمياه والمزارع الصغيرة والمتوسطة والتقدم في تربية النحل وإنتاج الأسمدة الطبيعية وأهميتها ودور الاتحاد الوطني للمرأة في تعزيز مشاركة المرأة في التنمية الزراعية. ودعا حاكم إقليم القاشبركة سفير محمود علي حروي للدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه لزيادة إنتاجية المزارعين وضمان الأمن الغذائي. وأكد على دعم إدارة الإقليم لإنجاح خطة وزارة الزراعة الاستراتيجية الخمسية. واقترح المنتدى ضرورة بذل جهود جادة لزيادة مشاركة المرأة في الزراعة وتبادل الخبرات بين المزارعين وإدخال الزراعة الصغيرة الربحية في جميع المناطق. وفي الختام تم توزيع شهادات تقدير ومعدات زراعية على مسؤولي الزراعة والمزارعين المثاليين. شارك وفد إريتريا برئاسة القائم بأعمال السفارة الإريترية في إثيوبيا والممثل الدائم لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية الإفريقية السيد بنيام برهة في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بشأن البرنامج الشامل للتنمية الزراعية الإفريقية الذي انعقد في كامبالا الأوخندية من 9 إلى 11 يناير. يهدف برنامج التنمية الزراعية الإفريقية الشاملة الذي تم إطلاقه في عام 2003 كجزء من الأجندة العالمية للاتحاد الإفريقي 2063 إلى إحداث تغيير نوعي في القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية. وعقد المؤتمر يوم 9 يناير على مستوى وزراء الزراعة ويوم 10 يناير على مستوى الاجتماع المشترك لوزراء الزراعة والخارجية ويوم 11 يناير على مستوى رؤساء دول الاتحاد الإفريقي. وقال الوفد الإريتري أن إريتريا تنتهج برنامجا للتنمية الوطنية يعتمد على الاعتماد على الذات والعدالة الاجتماعية والمشاركة الشعبية، موضحا بأن تطوير القطاع الزراعي وضمان الأمن الغذائي من أولويات التنمية الوطنية. وذكر الوفد بأن ضمان الأمن الغذائي كان من الشعار الذي عملت عليه إريتريا قبل عام 2013، وتم تحسين ضمان الأمن الغذائي المتكامل من عام 2013 إلى عام 2020، ثم تم تطويرها من عام 2021 إلى ضمان الأمن الغذائي المتكامل والآمن. ورسمت الخطة الزراعية الاستراتيجية الوطنية من 2024 إلى 2028 وتعمل جاهدة في مجال تنمية إدارة الأراضي وتنمية الزراعة والثروة الحيوانية بهدف التحسين المعيشي والإنتاجية الزراعية وتطوير الموارد المؤسسية والبشرية. وأوضح إنشاء أكثر من 800 سد بأحجام مختلفة حتى الآن وتنفيذ أنشطة الحفاظ على التربة على مساحة تزيد عن 546 ألف هكتار، ويتم إدخال تكنولوجيا لزيادة الإنتاجية النوعية، ونتيجة لذلك زادت إنتاجية الفاكهة 71 ضعفا وإنتاجية الخضروات 600%، ووجود برنامج لزراعة حوالي 200 ألف شجرة نخيل بحلول عام 2026 لتوسيع إنتاج التمور وتسجيل تطور ملحوظ في المشتقات الحيوانية والألبان والدواجن والنحل.
وصادق المؤتمر على الاستراتيجية والخطة التنفيذية لبرنامج التنمية الزراعية الإفريقية الشاملة على مدى 10 سنوات من 2026 إلى 2035، وإعلان كمبالا لتعزيز الإنتاجية الزراعية الشاملة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والرخاء المشترك. يهدف إعلان كمبالا إلى زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 45% بحلول عام 2035، والحد من هدر الإنتاج الزراعي بنسبة 50%، وزيادة التجارة في المنتجات الزراعية المتبادلة ب3 أضعاف، وزيادة أعداد الأغذية محليا بنسبة 35% بحلول عام 2035. أعلن مكتب السجل المدني في الإقليم الأوسط إنه يعمل جاهدا على تقديم خدمات فعالة من خلال سد النواقص وتحسين إجراءات عمله. وقال مسؤول المكتب السيد إبراهام تكا لوكالة الأنباء الإريترية إن الوثائق المقدمة تشمل شهادة الميلاد والزواج والوفيات والطلاق، بالإضافة إلى خلو من الزواج. وتم عام 2024 تقديم 52,420 شهادة. وذكر العاملون في المكتب لأكثر من نصف قرن أن التأخير في إنجاز الأعمال تحسن مع تحسن خدمات الكهرباء وإدخال أجهزة الكمبيوتر الحديثة وتعيين عمال شباب جدد. من جانبهم ذكر المستخدمون أن التأخير والمراجعة لأسبوعين إلى شهر أو أكثر في الماضي قد تحسن حاليا مع وجود مشاكل تحتاج إلى الاهتمام. وتم إدخال السجل المدني في البلاد في عام 1892. تعمل مشاة العدطال وأنبالاخا وأغولو لزيادة إنتاج شتول الأشجار كما ونوعا. وأوضح ممثل سلطة الغابات والحياة البرية السيد يوهانس زكرياس إن الأنشطة الجارية بدأت منتصف ديسمبر 2024، وصاحبتها حملة توعية مكثفة للتشجير وإعادة التشجير، مشيدا بمساهمة المواطنين. وذكر مدير إدارة ضاحية كسادمبا السيد حسب فدايا القيام بتنظيم قوي لنفير الأشجار والتشجير. وأشار المشاركون في العمل إلى أن إقامة المحميات هو السبيل الأفضل لإنجاح أنشطة التشجير. هذا وأنتجت مشاة الصنعفي السنة الماضية 450 ألف شتلة أشجار، تعتزم هذه السنة إنتاج حوالي 600 ألف شتلة. أوضح مسؤول عيادة سرات مساعد التمريض أحمد حاج تزايد استخدام المرضى للعيادة، وقال إن العيادة تقدم خدمات ما قبل وبعد الولادة والتوليد وتطعيم الأطفال دون سن ال5 والاستشارات الطوعية والصيدلة، كما يتم إعطاء رعاية الأمومة والطفولة أولوية عالية. وأشار إلى أن غرف انتظار الحوامل التي يتم تشييدها ستسهم كثيرا في سلامة الأم والطفل. وذكرت مدير إدارة ضاحية زرات السيدة عائشة إدريس بأن أنشطة التوعية الصحية رسخت الوعي في القطاع الصحي، داعية للدفع بإصلاح البيئة. وتقع عيادة زرات التي تخدم مناطق زرات وشيخ عمر وعقمبوسة على بعد 8 كيلومترات جنوب شرقي مدينة جندع. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. اجتمع وزراء خارجية كوريا الجنوبية واليابان في سيول لمناقشة تعزيز العلاقات بينهما في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة والاضطرابات السياسية في الدولة المضيفة. كان هذا الاجتماع هو أعلى مستوى دبلوماسي بين البلدين منذ فرض الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية لفترة قصيرة الشهر الماضي، وهي الخطوة التي أثارت اضطرابات سياسية في واحدة من أكثر الديمقراطيات حيوية في آسيا. كما جاء ذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن تجارب كوريا الشمالية الصاروخية وتعميق الاتفاق الأمني مع روسيا. وفي مؤتمرهم الصحفي أكد إيوايا وتشوي أيضا على أهمية تطوير التعاون الأمني الثلاثي مع حليفهم المشترك الولايات المتحدة. وقالت الحكومة اليابانية إن هذه هي المرة الأولى منذ 7 سنوات التي يزور فيها وزير خارجية ياباني كوريا الجنوبية
لعقد اجتماع ثنائي مع نظيره الكوري الجنوبي. تشهد مدينة جنيف السويسرية محادثات جديدة بين إيران وكل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة للبحث في القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وتأتي هذه المحادثات قبل أسبوع من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في وقت تتصاعد فيه المخاوف الغربية من تقدم البرنامج النووي الإيراني. وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن هذه الاجتماعات ليست مفاوضات، بينما وصفتها إيران بأنها مشاورات. من جانبها أشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن هذه المحادثات تهدف إلى العمل على إيجاد حل دبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني الذي يمثل تقدمه مصدر قلق كبير. وكانت إيران قد أعلنت في بداية ديسمبر الماضي بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأة فورد النووية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بالمقابل أعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن قلقها البالغ حث طهران على وقف التصعيد النووي فورا. تجاوزت صادرات الصين في ديسمبر التوقعات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10.7% عن السنة الماضية، حيث حاولت مصانع بكين زيادة إنتاجها تحسبا لتنفيذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تهديداته بزيادة الرسوم الجمركية حال توليه المنصب. وتوقع اقتصاديون أن تلجأ الصين لزيادة صادراتها بعد وعود ترامب، مقدرين أن يجري ذلك بنسبة 7%. غير أن الفائض التجاري الصيني تجاوز التوقعات وبلغ 104.84 مليار دولار أمريكي. وكان ترامب قد تعهد بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية وإغلاق بعض الثغرات التي يستخدمها المصدرون الآن لبيع منتجاتهم بأسعار أرخص في الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع بكين لاتخاذ إجراءات وقائية. من جهتهم قال مسؤولون صينيون إن الصادرات بلغت رقما قياسيا يصل إلى حوالي 6 تريليونات دولار أمريكي هذه السنة. أرسلت الصين مجموعة الأقمار الاصطناعية سنتي سبيس 1 إلى المدار المخطط لها، وذلك على متن صاروخ حامل من طراز سمارت دراغون 3. وقام مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية بإطلاق صاروخ من البحر بالقرب من مدينة هايانغ في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا اليوم. ونجحت الصين في إطلاق صاروخ حامل من طراز سيريس واي 1 واي 4 من المياه القريبة من مقاطعة شاندونغ شرقي الصين يوم الخميس الماضي، حيث حمل الصاروخ 4 أقمار اصطناعية إلى المدار المخطط لها. في الختام فيما يلي تذكير بالعناوين. تنظيم منتدى زراعي في القاشبركة. إريتريا تشارك في اجتماع قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائي. جهود لزيادة إنتاج شتول الأشجار في صنافه. وزير خارجية اليابان يزور كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الأمني. محادثات نووية جديدة بين طهران ودول أوروبية. ارتفاع صادرات الصين قبيل تولي ترامب للسلطة. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.